طول في دماغك انا وبناتي. البنت مطيوره وصغيره ومش فاهمه حاجه، اخرتها ايه؟ لا، انا لازم اقول لازم اقول لابراهيم وهو يشوف له حل. الو. ايوه يا ابراهيم. لا يا اخوي، احنا كويسين والولاد كويسين. اني اني اللي عاوز اشوفك يا ابراهيم. ايوه زي ما بقول لك كده، فيه موضوع مهم. والموضوع المهم دي يعني ما يستناش لحد ما ارجع من الشغل؟ لا يا ابراهيم، لا ما يستناش. ايه؟ ما انت بتعوج يا ابراهيم. لا سيب اللي في يدك وتعالى لي دلوقتي. لا بقول لك ما يستناش، عشان لازم نفكروا فيه احنا التنين. ايوه. يلا سلام عليكم. اشيع لك مين؟ احمد. ماشي ماشي. يلا سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لما تجيلي بقى يا ابراهيم. يا مانا. ايوه ايوه يما. بقول لك ايه، فايق احمد. قولي له روح لابوك على الغيط. يلا. ولو ما فاكش معاكي تعالي لي وانا هطلع. حاضر حاضر يما. نشوف اخرتها يا اختي مع مرات عمك وسي حسن اللي طلع لنا في البخت. هي البت بوسينه دي من الصبح مستمعه لها حس ليه؟ ما كنتش راحت تانية على دار عمها؟ والله تبقى ليلتها مش معدي. بقول لك ايه يا وسينة بنت عمي، هتعملي اللي هقول لك عليه، هنتجوز. مش هتعملي يبقى بقى تقطعي امل في الموضوع دي، واني وانتي هنبقى مش من نصيب بعضينا. لا لا، هعمل كل اللي انت هتقولي عليه. انت بتقول ايه يا حسن؟ انا اعمل اي حاجه بس امي توافق. طب اسمعيني بقى يا بنت الناس، في حد شافك وانت جاي على هنا؟ لا يا حسن، ما حدش شافني، وبعدين كلتهم لسه نايمين. طب بقول لك ايه، الجواز دي مش عاوز مصاريف؟ اكيد اكيد يا حسن. انا عاوز اوضب الشقه بتاعتي اللي في دار عمك، مش كده؟ ايوه ايوه يا حسن. ايوه الله ينور عليك. طب عشان تستنيني قيمه 10 سنين كده لحد يعني ما اكون نفسي وكده هتكون اتجوزتي وخلفتي كمان، واحنا كده هيكون حالنا وقف انا وانتي. لا يا حسن، ما تقولش كده، ما تقولش كده يا حسن. انا عمري ما اتجوز حد غيرك. يبقى خلاص تعملي اللي هقول لك عليه. اول حاجه، مرات عمي لو انت جيتي يعني عشان تتجوزي مش هتبيعي يعني الصيغه بتاعتها والحاجات دي عشان تجهزيك. اكيد اكيد يا حسن. بس انا لو قلت لامي بيعي الصيغه عشان تجهزيني ما هتقدرش يا حسن. اذا كان دلوقتي ومش راضيه هروح اقول لها بيع الصيغه. لا فتحي مخك معاي، انا مش عاوزك تروحي تقولي لها يعني بيعي الصيغه، لا، انت هتجيبي لي الصيغه واحنا هنبيعها بمعرفتنا. انت بتقول ايه يا حسن؟ اجيب الصيغه بتاعت امي؟ لا لا، وبعدين دي كده حرام. يا بنت اسمعيني، صيغه مرات عمي معاها صيغه كتير جو. طب اقول لك هاتي نصهم، بحيث يعني انني يعني يبقى معايا كده قرشين كده حلوين وانا داخل برضه وبخطب، ولا ايه؟ اللي انت بتقول عليه دي يا حسن عمره ما هيحصل، ما ينفعش. ما ينفعش ليه بقى يا بنت عمي؟ وايه اللي قال لي نافع؟ احنا يعني هنتجوز بالصيغه دي؟ هو انا قلت لك يعني انا هاخدها ليه؟ بس الطلب اللي انت بتطلبه مني دي صعب جو، صعب جو عليا ان انا اعمله. انت مش بتحبيني ومش عاوزانا ان احنا نتجوز؟ سايبني ورايح على فين يا حسن؟ يا بنت عمي انت خلاص، انت اللي مش عايزه يعني الجوازه دي تتم، هعمل لك ايه بس؟ قول لي على اي حاجه تانية يا حسن وانا هعملها لك، الا الطلب دي. وانا اعمل ايه بس يا بنت عمي؟ اذا كان يعني مش قدامي غير الحل دي، ولو على الفلوس انت اللي هتقعدي في عز امك يعني. هو انا يعني قلتي ايه؟ ها؟ مش عارفه. الوقت بيسرقنا، وانا سمعت ان انت جاي لك عريس، ولو كده يبقى عم هيوافق عليه، وانا كده مش هيبقى لي عين يعني انني اجي واتقدم ولا كده، لكن بالفلوسات دي هقدر. طب لما امي يعني تسال على الحاجه دي يا حسن هنقول لها ايه؟ احنا مالناش صالح، احنا ما شفناش حاجه، عرفتي؟ وعمرها ما هتشك في بيتها، ولا ايه؟ صدقيني صدقيني امشي ورايا وانت مش هتندمي. خايف، خايفه يا حسن. عيب عليك تخافي يعني وحسن جنبك، مش عيب يا بوسينه؟ خلاص خلاص يا حسن، هجيبهم لك. بس تشوف بقى الموضوع ده، حكم ماني مش عايزه اتجوز غيرك يا حسن. حاضر، من عينيا الاتنين، بكره في نفس الميعاد تكوني جايبه لي الحاجه خلاص. خلاص ماشي يا حسن. يلا بقى روحي، وانا يعني رايح مشوار كده هقضي مصلحه، وبعدين عشان ما حدش يعني يشوفنا واقفين مع بعضين ويروح يقول لي مرات عمي. هروح لحالي يا حسن. الغيطان، الغيطان والاراضي فاضيه. طب تعالى طلعني بس كده لحد قدام. انا قلت لك ايه ما ينفعش، عشان ما حدش يعني يشوفنا مع بعضين ويروح يعني يقول كده ولا كده. يلا روح، بصي انا هقف هنا وهديك بالي عليكي من بعيد لبعيد. خلاص ماشي يا حسن. يا ساتر كنت طابقه على نفسي. يلا بقى، انا لولا بس مرات عمي والمعامله اللي بتعاملها لامي، انا لو كنت عايز حتى اقف معاكي مش هتجوزيك. قول لي بقى، في ايه يا حسن؟ وايه الموضوع المهم اللي انت عاوزني فيه؟ اما انا جايبك دلوقتي عشان اقول لك خلاص المشكله بتاعت انا وانت هتتحل، وهجيب لك الشبكه اللي نفسك فيها. بجد يا حسن؟ يبقى ابوك باع الارض مش كده؟ ابويا ما باعش ارض. ارض ايه يا بنتي اللي احنا نبيعها؟ الارض دي اللي احنا بناكله وبنشربه منيها. حاجه تانية، مصلحه كده وجيالي، بس مقابل الحاجه دي في حاجه كده عاوز اقول لك عليها.
بس تتفهميني. قول يا سحس، ها؟ حاسه كده ان انت بتلعب بديلك، مش عارفه ليه حاسه كده ان الموضوع فيه ان. لا ما تحسيش، بقول لك ايه، انا بصراحه كده هتجوز. طب ما انا عارفه ان انت هتتجوز. تقصد نتجوزوا؟ لا صدقيني، انا هتجوز بنت عمي، وبقابل كده هيجي لي فلوس كتير كتير جو، وعشان كده هقدم الشبكه لابوك اللي انا قلت لك عليها ونتجوز، بس هنتجوز في السر. ايه من دي يا حبيبي اللي تتجوز في السر؟ ليه؟ إيه، خارج بيت تاني ولا خارج بيت؟ لما كنت شانة بجمارتك وقدام الناس كلها يبقى مش تلزمني يا حسن. هو ده عيبك، انت على طول كده متسرع وعلى طول ظلمان. يا بنت انا ما حبيتش غيرك وما هحبش غيرك، وانا لو بعمل كده فعلشان يعني في حاجه كده في دماغي، وكمان علشان اقدر يعني اجيب فلوس واجيب حاجات. البت دي هتبقى الفرخه اللي بتبيض لنا ذهب. بقول لك ايه، لا دهب ولا زلط. انت من هنا ورايح ملاك الصالح بي. لو مش هتتجوزني قدام الناس كلها يبقى ملاك الصالح بي. فاهم ولا مش فاهم؟ اسمعيني يا هند. اسمعيني ولا بتاع بقى. امشي شوف يلا مصلحتك. استغفر الله العظيم يا رب. برجع اكلمها تاني، مش مشكله، لما تلاقيني داخل عليها بالذهب وبالشبكه يعني هتنبسط. انا عارفه ان هي بتحبني. ايه دي؟ مش دي حسن ابن عمي؟ ومين السنيوره اللي واقفه معاه دي؟ تعالي شوفي يا اختي، تعالي شوفي. اسمعيني يا هند يا هند. هو كمان اسمها هند؟ انا لازم ارجع واقول لها على اللي شفته. ايه دي يا اختي؟ انت كنت بره مش كده؟ ايوه يا ياسين، بقول لك ايه، همني الحالي دلوقتي. انا راجعه من بره تعبانه. طب مش خدتيني معاك ليه يا اختي؟ بعدين يا ياسين بعدين. هو ايه اللي بعدين يا اختي؟ انت كنت قلت لي كنت جيت معاكي. يا ياسين ما تهمني يا ياسين لحال. يلا شوفي انت رايح فين. في ايه يا اختي؟ كل ده اللي انا خايف عليك يعني، وكنت عاوز اجي اونسك. طب قولي لي كنت فين؟ ملاك الصالح كنت مطرح ما كنت. عاوز ايه يا ياسين؟ روح اطلع بره يلا شوف انت بتعمل ايه. روح ذاك. طب دلوقتي امي قالت لي ان انا ديك بال عليها. دلوقتي لما امي تقول لي انت ما رحتش يعني مع اختك ليه، هقول لها ايه؟ طب سؤال واحد يا اختي، انت كنت فين؟ لا ده انت مش طبيعي يا ياسين. فيه يا ياسين؟ هو تحقيق ولا تحقيق؟ قلت لك كنت في مشوار خلاص. ده ايه دي؟ هقول لك انا مهمله لك الاوضه وطالعه، خليك قاعد فيها يا ياسين. طب انا دلوقتي هقول لامي ايه؟ يا رب امي ما تعرف ان هي كانت بره اساسا. قطع التلفزيون وسنينه. يما في ايه يما؟ سيبيني اتفرج بقى. عاوزه مني ايه؟ وانت يا بغطه قاعده كده على طول يا بنتي، لا شغله ولا مشغله يعني؟ بنعلفك ولا ايه؟ نفسي افهم. العجول ابن علفوها وبعد كده ناخدوا منها اللبن والقشطه واللحمه. انتي هنعمل فيكي ايه؟ قومي يا بنت، قومي يا بنتي جامد قيامتك. يا بنتي شوفي لك اي حاجه كده مصلحه عمليه. اقول لك ايه يما بقى خلاص. اقول لك قولي اللي نفسك فيه واللي يلدك عليه. عادي يعني، انا متابعه البرنامج ده وبصراحه مش طالبه معايا نكد. يا خراشي يا خراشي منك يا شيخي، حرام عليكوا. بطلع احس كل يوم والتاني قدام الناس يقولوا ايه اتهبلت ولا يقولوا اتجننت. اقول عليك ايه بس يا شيخي؟ وانت فيكوا كل العيبه. عادي امي قولي اللي تقوليه. اقول لك انا مسامحاكي. انت اللي تعبه روحك، اعمل ايه؟ اوعي كده بس ياهم بعد اذنك، عايزه اتفرج على البرنامج دي. اختي ده انت هتنقطيني. انا ماشيه من قدامك. امتى يا شيخه؟ امتى حالك يمشي ويجي حد يجوك بحبلك كده؟ ابي انا هو وانت هو، لو لقيتي حد يعبرك ولا يجوك حبلك حتى. موجود ياما موجود. هو مين يا بنتي ده اللي موجود؟ اللي يجوك حبل ياما. ايوه اللي هيجوك حبلي موجود، بس انتوا بقى تاكلي كيسك كده وجهزيني. يا بنتي ما بتغزيش. اقول ايه بس ولا عيد ايه؟ انا رايحه اشوف اللي وراي. والله ياما انت تعبه قلبك معاها، مع البت دي. البت دي ما يجيش معاها غير. ما يجيش معايا غير ايه يا سي حسن يا بتاع بوسايني؟ وانت بقى يجي معاك ايه؟ سيبها لي ياما، سيبها لي وانا اعيد تربيتها من اول وجديد. بقول لك ايه يا حسن، مالك الصالح انت بوختك. تعالى انا عاوزاك. اها يا ريت تستريح بقى وتخليكي في روحك. ما هو كلامك دي ياما هو اللي مشجعها، كلامك دي هو اللي مخلينا مش عارفين نقول لها تلت التلاته كام في البيت دي. عارفاه تلت التلاتة 1.5. في حاجة تانية عاوزنا اقول لك عليه؟ تعرفي اللي دلوقتي نجاكي مني بعد ربنا يعني ان فيه موضوع مهم، قال لك كده كنت عدت تربيتك من اول وجديد دلوقتي. عشنا وشوفنا، حسن هو اللي عاوز يربيني، ابويا موجود، ربنا يديله الصحة والعافية. بقول لك ايه، اخفي عن وش. شايفة يما ولدك؟ سيبك منها يا حسن وتعالى وراي. شوف امك عاوزة منك ايه يا حسن، بدل ما انت قاعد لنا كده لا شغلة ولا مشغلة. بتعيب علي وانتي شايفه ياما، شايفه بنتك، عشان لما اقول لك يعني ان هي عايزه تربيه من اول وجديد ما مش بضحك عليك. خلاص بقى يا حسن تعالى عشان عاوزاك. وانت يا بنت ايه سكت حسك؟ تعالى خلينا نشوف الهم التقيل اللي احنا فيه. والله ياما معاك حق، خلينا نشوف اللي اهم منها.
سمعة يما ولدك يما، سمعة. أنا عاملة لك احترام ومش راضية أرد عليه. هتقولي لي يا اختي، هتقولي لي يا اختي على الاحترام اللي انتوا فيه. هو انا لو عرفت ان ربي بربع جنيه بس تربيه كان طمر فيكم. ماشي ماشي يا حاسن، يعطى عليا البرنامج. كنا لحد فين؟ ايوه ايه دي يابا، انت رجعت بدري يعني؟ ايوه يا منى، رجعت بدري. انت كنت بره ولا ايه يا بنتي؟ ايوه يابا، كنت بجيب حاجات لامي من السوق. خير يابا، في ايه؟ مفيش حاجه، بقول لك ايه، اعملي لي كوبايه شاي وطلعها لي فوق على الاوضه بتاعتي. هي حاضر، من عينيا الاتنين يابا. تسلم عينيك يا منى. امال اخواتك فين وامك فين؟ اخواتي جوا يابا، وامي فوق مستنياك فوق في القاع. خلاص ماشي يا بنتي، اعملي لي كوبايه شاي وشيعها لي على فوق، ولا اقول لك هاتها لي انت؟ حاضر يابا. هو ايه دي؟ ابويا اول مره يجي كده بدري، اكيد في حاجه. المهم دي مش مهم دلوقتي. المهم ان مين اللي اسمها هند اللي كانت واقفه مع حسن؟ هي فين؟ هي راحت فين؟ هي بوسينه، بوسينه يا اختي. ايه عرفتي يا بوسينة تعملي ايه؟ يلا روحي اعملي اللي قلت لك عليه. حاضر، من عينيا الاتنين يم. ابا، كيفك ياب؟ الحمد لله يا بنتي. انت اللي عامله ايه؟ ايه بقالي بتاع 3 ليالي كده ما بشوفكيش، ما بتقعديش يعني تاكلي معانا احنا وامك واخواتك. كل ما اسال عليكي يقولوا لي نايم اكلت. لا يابا سلامتك، مفيش حاجه. هو بس يعني في. ما فيش حاجة يا حاج، مش انا بقول لك ان هي بتاكل؟ ما فيهاش حاجة يعني. تعال روح يا بوسينة، حكي ماني عاوزة ابوكي في موضوع ضروري. طب بقول لك ايه يا بوسينه يا بنتي، نبقى نتكلم انا وانت بعدين. هي حكي شكل امك يعني عاوزاني في موضوع ضروري. خلاص ماشي يابا، السلام عليكم. شوف اللي في يدك يا بوسينة. هي ولما تخلصي الشغل اللي في يدك تعالي. حاضر يم. جلكتيني، قولي لي يا انشراح في ايه؟ اهدى كده يا ابراهيم، اهدى. على قد ما الموضوع كبير، على قد ما حله كلمتين اتنين، كلمتين ورد غطاهم. قولي لي، انت جلكتيني. هقول لك بس خد نفسك كده. ما تتكلمي يا انشراح، انت جلكتيني في ايه؟ بقى اسمع بقى يا ابراهيم، انت لازم تكلم اخوك. ايوه، اخوك محمد ده لازم يشوف بقى شغله مع مرته ومع حسن، مش سايبين البنت في حالها. ايه في ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان كل يوم والتاني بنتك رايحه هناك، وانا خلاص زعقت لها وما هتروحش هناك تاني. بس الواد كل يوم والتاني بيخلي سميرة تتصل بيه ويجيبوها على هناك. شوف لك صرف انت بقى، انا مش متدخله في الموضوع ده، عشان لو اتدخلت انت مش هيعجبك اللي هيحصل. بقول لك ايه يا انشراح، انا هتكلم معاه، خليك انت بعيد عن الموضوع دي. مش انت كلمتي يعني يا عزه وخلاص، سيبينا بقى انا مني لمحمد اخوي. لما نشوف يا ابراهيم، علشان انا لحد ولادي ومبص ما بعرفش يعني انا بعمل ايه. انت بقى شوف بقى انت هتعمل ايه بقى في الموضوع ده. ماشي، بس هدي روحك علشان خاطر صحتك. هنشوف يا ابراهيم. بقول لك ايه، احمد عامل معاك ايه في الشغل؟ حاله ماشي يا انشراح، ادعي له بس كده ربنا يعدل له الماي. يعني انت مش عارف يا ابراهيم، ما كله على يدك، ده عيالهم في كل سجده. بس كده احنا بندعي لهم والباقي على ربنا، ربنا يصلح حالهم. رايح على فين يا ابراهيم؟ اقعد كل لقمه بالمره. لا انا هنزل من هنا، هتكلم يعني مع محمد، هروح لهم حتى على دارهم هناك عشان الكلام دي عايزه تسمع وتحل بقى عن نفوخنا. تحب اجي معاك يا ابراهيم؟ لا خليك انت، خلينا كده كلام رجاله لرجاله. بس انا حابب يعني ان انا اروح هناك في دارهم علشان يعني اللي اسمها عزه دي تسمع. اللي زي عزه دي بتختشي، اللي اختشوا ماتوا زي ما بيقولوا. روح يا ابراهيم، ولحد ما ترجع نكون انا يعني والبنات جهزنا الوكل، تاكل وتتسهل على شغل. خلاص ماشي، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عملت اللي علي علشان بعد كده يبقى عداني العيب وازح. ايوه بقى الموضوع اللي امي كانت عاوزه ابويا فيه، وعشان كده ابويا اجى بدري. ايه دي؟ ابوكي اجى ومشى على طول يعني؟ اقول لها ولا لا؟ المهم اقول لها بس الاول على حسن والبنت اللي انا لقيتها واقفه معاه. يا بنتي هو انت مش سامعاني ولا ايه؟ بقول لك ابوكي اجى ومشى على طول، ما تعرفيش ايه الموضوع؟ سيبك يا اختي من الموضوع ده، انا جايه لك في موضوع اهم واكبر بكتير. موضوع اكبر بكتير؟ طب ما تتكلمي يا مون، هي فزوره ولا حزور؟ ما تتكلمي. هتكلم يا اختي. هتعرفي النهارده وانا في السوق لسه من قيمه ساعه شفت مين في السوق؟ ما تخلصي بقى، انا اعصابي مش مستحمله. هتكوني شفت مين يعني؟ شفت سي حسن وواقفه معاه واحده. ايه دي؟ انت كداب، لانه حسن كان لسه معاي. لسه معاكي كيف يا اختي؟ وانا مقابلاكي على باب الدار وانا رايحه اشتري الحاجات وانتي كنت وصلتي هني. يعني ايه؟ لا حسن كان لسه مقابلني من قيمه ساعتين، وهو قال ان هو يعني رايح يقضي مصلحه كده. صدقيني يا اختي تلاقي بقى دي هي المصلحه اللي كان رايحها. بقول لك ايه، مالكيش صالح رايح يقابل واحده. المهم في الاخر ان هو يتجوزنا. تعال عشان في شغل تحت يعني في المطبخ كتير. حصليني يلا يا مون. كنت عارفه يا اختي، كنت عارفه ان انت مش هتصدقيني. يا ريت كان معايا اي حاجه وكنت جبت لك التصويره بتاعتها علشان تصدقيني.
لا لا، حسن ما يعملش كده. حسن قال لي ان هو بيحبني، وكمان انني هتصرف له في الفلوس والذهبات دي علشان يعني نتجوز. اكيد اكيد امي هي اللي جات لها تقول لي كده عشان تكرهني فيه. انا نفسي افهم بس يا اختي، انت مش مصدقاني ليه؟ بقول لك ايه، حتى لو قلت لي ايه شفتي، حتى لو شفته بعيني، انا برضه مش مصدقاك. انت حره يا اختي، اللي انت عاوزاه اعمليه، خليكي كده وما تصدقنيش.